متابعينا الاعزاء ومرحبا بكم في حلقه جديده من استوديو نوتس من اكاديميه كنز. النهارده معانا واحد من ملوك التحليل، عايز اقول ملك الافكار، محلل الافكار، زي ما عايز تقول قول. كابتن احمد منور. مساء الفل حبيبي، زي الحال؟ تمام الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا اول السيشن كنت ناوي على حاجه، بعد ما حضرت معاك السيشن الموضوع معايا اختلف. الحمد لله. انا اترعبت. بشكل احسن يعني. لا انا اترعبت، انا ما جيتش، مش عارف صراحه هبتدي السؤال من فين او هبتدي الحوار بتاعنا من فين. بس بدايه يعني مهندس كمبيوتر، صحفي، محلل اداء، الطريق ده مش ازاي؟ انا ابتديت مهندس كمبيوتر واستخدمت البرمجه، كنت بروجرامر يعني. استخدمت البرمجه في ان انا اعمل حاجه زي قاعده بيانات للعيبه بتاعت الفرق في الدوري المصري والاحصائيات بتاعتهم. وما كانش في الزمن ده سنه 2004 ما كانش الموضوع ده منتشر، يعني ما كانش موجود اصلا فعليا. عشان كده بعض الفرق وافقت ان هي تتعاون معايا واخدوا السيستم، وابتديت اشتغل شويه معاهم لحد ما ابتديت احب المجال اكتر. الموضوع نفسه انا كده بحب الكوره واستغليت البرمجه في ان انا ادخل المجال يعني. بس قصدي لما حبيت المجال حبيت ان انا ابتديت ادور على ايه نقطه قوتي، ايه الحاجه اللي ممكن اقدمها للناس. حسيت ان انا حابب التحليل وتحليل اداء وتحليل تاكتكس اكتر من البرمجه. فابتديت اخد الكورسات اللي هي مرتبطه باللغه العربيه علشان الصحافه، ومن خلال عشان بس الاقي حته اتحرك منها. تمام. وبعد كده لما دخلت بقى مجال الصحافه ابتديت اخد دورات تدريب، اخد الرخص التدريبيه. بعد ما اخدت الرخص التدريبيه من خلال الصحافه عملت علاقات جيده بالمدربين، فابتديت اكلمهم في التليفون، استاذنهم ان انا احضر معاهم تدريبات، اعمل معاهم معايشه. ابتديت ادخل للمجال ده اكتر واكتر يعني. ومع الوقت بقى طول ما انت موجود بتتعلم، بتستفيد من البرامج اللي حواليك، الافكار اللي حواليك، الاجانب بيفكروا ازاي، الافلام الوثائقيه، الكتب، المعايشات مع المدربين. كل كبيره وصغيره بتديك معلومه زياده لحد ما بتقدر تكون فكرتك انت عن طريق النجاح يعني. هو ده عايز اقول الماتيريال اللي انت كانت معاك. طيب انت مشيت في سكه الميديا اكتر طبعا من التدريب او من التحليل اداء. لان انا ما كانش في الزمن بتاعي فيه اصلا القصه دي. القصه دي مش موجوده اصلا. بالظبط، ودي نقطه. بس النقطه الثانيه ان ده اللي انا كنت حابه من الاول. يعني انا من الاول انا كنت حابب ده، وجات لي بعض الفرص مع الوقت طبعا مع الزمن يعني وتقدمه انك تخش الملعب. بس انا من الاول واخد اتجاه طريق الميديا. عشان كده بحاول قدر الامكان كل الدورات التدريبيه، كل الكورسات اللي ممكن اخدها، كل الحاجات اللي ممكن اتعلمها تفيدني في السكه اللي انا عايز اوصل فيها. طب احمد كمنتخب مصر، او مش هنقول منتخب مصر، ككوره في مصر بصفه عامه، محتاجين الكادر ده يعني. ما هو الكادر ده في الميديا يعني؟ لا يعني انا بتكلم في انه يبقى موضوع شغل مع الفرق، مع المنتخبات، مع الانديه. لا ما ما يبقاش ميديا بس. ما عنديش تخصص في الحاجات دي. ما عنديش. انا كويس بالنسبه لك عشان انا كويس في اللي انا بعمله. انا عايز الحاجات التانية بقى انا مش كويس فيها. لا درستها بشكل كافي، ولا حضرت لها بشكل كافي، ولا تعبت ومشيت في الطريق بتاعها بشكل كافي. غيري قطع الطريق وغيري اولى بالفرصه، وفي عدد كبير جدا من الناس يستاهلوا الفرصه، وان شاء الله ربنا يكرمهم. انا حابب في حضرتك موضوع التخصص، بس يعني السيشن مع حضرتك في نوع كم من معلومات غزير. عايز اقول لك ان انا بصراحه يعني انا في الاول كنت عايز اعمل حلقه عاديه، لكن بصراحه كم من المعلومات اللي شفته مع حضرتك خلاني خفت. طب انا اسال في ايه؟ طب انا واحد لسه ببتدي، لو حبيت اسال وهساله في ايه؟ لازم الحاجات اللي الناس نفسها تفهمها. ما يعني برضه يعني لما هسال لازم سؤالي ما يبقاش مرسل زي ما كنا بنتكلم في السيشن من شويه، مش كلاشيه هقوله وخلاص. فاللي انا حابه من حضرتك لو ان احنا هنمشي في قصه الميديا، ايه اللي المفروض يحصل مع واحد هيعمل بقى يوتيوبر، بلوجر، وات ايفر ايا كان سكه الميديا اللي يمشي فيها، ايه المفروض يعني؟ اول حاجه هو محتاج يدرس الجزء بتاع انت عندك، انت بتتكلم في ميديا، بتتكلم في ديجيتال، وبتتكلم في محتوى، صح؟ دول الثلاث حاجات المفروض يدرسهم. انت بتتكلم في ان هو يدرس الوسيله اللي هتخدمه اللي هو الديجيتال، لان اليوتيوب غير الفيسبوك غير تويتر غير انستجرام غير تيك توك، كل وسيله من دول مختلفه. هديك مثل بسيط، اليوتيوب انت اللي بتفتح الابلكيشن وانت اللي بتسيرش على الاسم، صح؟ والفيسبوك
بيعدي قدام. انا هو بسكرول. هو بالظبط. فانا في اليوتيوب انا ممكن اقعد اتفرج اسمع فيديو ساعه، انا اللي جاي. صح. انا بس الفيسبوك هو اللي جاي. انا لقيته بالصدفه. فوانا بعدي لو لقيت الفيديو ساعه، انا يا عم انا اصلا جاي الواقع يدوب. بالظبط كده وهكذا. على انستجرام انا داخل اتفرج على صور، على تيك توك ده عالم مختلف تماما. كل حاجه من دول ليها طريقه. فالديجيتال ودراسته والميديا ودراستها، لان انا ازاي اتكلم مع الكاميرا، وايه البادي لانجوج المفروض استخدمه، وازاي استخدم صوتي، وازاي صوتي يبقى واصل، وايه الادوات اللي استخدمها، واللغه اللي اتكلم بيها، وانا بكلم مين، الشريحه اللي انا بكلمها. وثالث نقطه المحتوى، انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في الكوره، انا محتاج ادرس الكور بتاع الكوره بتاع الموضوع عشان ابقى مالك ادواتي يعني. فالدراسه بتاعت الثلاث حاجات دول مهمه جدا. طبعا. احنا في مشكله عندنا في صعيد مصر بصفه عامه ان احنا بعاد جدا، يعني حتى اي نعم دلوقتي الفيس واي سوشيال ميديا جربت الموضوع، لكن ممدوح نصر بس برضه لا احنا المشكله المسافه برضه لسه بالنسبه لنا عائق. يعني انا عشان اجي احضر السيشن ده في 5 ايام راحه، السيشن يومين. احنا سنه كام؟ بس دي من السنه، مش موضوع سنه. ايوه بس برضه المسافه بالنسبه لي انا كواحد من اسوان. ايوه بس دلوقتي بقى في انترنت. ما برضه ده احنا كمان 10 سنين داخلين في الميتافيرس وهنبقى قاعدين مع بعض على القهوه في معلش برضه بالنسبه لي انا مش زي الحضور الفعلي. هيبقى في، يعني انا خدت كتير راوندات وفي تفاعل في محاضرات اونلاين. هنقول للناس بقى ان هي تعمل لنا اماكن في الصعيد. ده اللي انا بقى اللي بتكلم فيه، ان هتتعبوا انتوا حضراتكم، سواء كان حضرتك كابتن احمد عز، كابتن استاذ هاني، هتتعبوا في ان انتوا تجربونا الموضوع. هل في امكانيه؟ طبعا اكيد. احنا طبعا بغض النظر ان احنا هنعتمد على اكاديميه كنز والكابتن عمرو جمال في الموضوع ده، لكن هل في رؤيه مستقبليه ان ممكن يبقى لكم حاجه هناك في مش شرط اسوان، لان اسوان دي ابعد حاجه، هنحاول نشوف حاجه. وايه اللي يمنع حتى لو اسوان؟ كده تامر بيجرب وبيروح اسوان يعني. بيروح بس هو برضه احنا بيجي طيران مش طيران ما بتلعبش. انا قاعد يعني انا الناس استغربت مني لما طلبت الكابتن تامر السيشن اللي فات برضه ان انا اعمل قاعه مع حضرتك. قلت لهم يا جماعه انا جاي من عند السلك انا جاي من عند الحدود، انتوا ممكن تتقابلوا معاهم في نادي، في كافيه، في اي حاجه. فدي المشكله بالنسبه لنا احنا في صعيد مصر، ان احنا ممكن يكون عندنا امكانيه بس مطفيه مش ظاهره. لما بسال حضرتك على ان احنا نشتغل الشغل ازاي، بس الميزه في ان هي ارض بكر صح؟ طبعا. طيب دي الميزه الكبرى، ان احنا مستعدين لاي شيء. يلا بس يعني المشكله مش بالنسبه لنا ماده، مش هي مشكلتنا المسافه، لان 5 ايام عشان اقطع 5 ايام من وضعي انا كراجل رب اسره وكراجل هعمل شيفت كارير، حتى الموضوع ده هيكلفني وقت غير الفلوس. دي المشكله. لكن انتوا زي ما قلت الكابتن تامر متعينا فرجه حبيبي وبتمتعونا على حبيبي. وانا لو بايدي ان انا عن نفسي راجل شغال مدرس، فاحب انقل اللي عندي. لو بايدي ان انا انقل الكم اللي عندكم ده كله في الصعيد ويبقى فيه غيري 1 2 3 4، ده شيء اتمناه. يا ريت طبعا. وعايز اقول لحضرتك بصراحه يعني انتوا اخجلتونا بتواضعكم، اديتونا مساحه، وانا عارف ان وقتكم زيرو. بس عشان ماتش الاهلي والزمالك طبعا ان شاء الله ربنا يعينكم، تدونا بقى زي ما بقول بهريز يعني. ان شاء الله باذن الله نشوف منكم كل حاجه زي ما مدحتونا ومعودين عليها. حبيبي كتر الف خير. سعدت بيك جدا. انا اسعد وسعيد جدا ان انا عارف التقي بحد زيك انت والكابتن تامر، استفيد منه بغض النظر عن الفيديو اللي هيتصور. انا اسعد. شاكر جدا لحضرتك. ان شاء الله يا رب. شكرا ليك ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك. متابعينا الاعزاء هلا وغلا، وان شاء الله نكمل مع ملوك تحليل مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله من الناس اللي نتعلم يبقى في عندنا برضه ملوك تحليل، لان الكوره في مصر بصفه عامه محتاجه زي كده، محتاجه ان حد يكون فاهم مش فاهم. سعدت بكم جدا، دمتم في امان الله.